بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موضوع تراخيص المرور، بنحاول نرد فيها على أهم أسئلة واستفسارات حضراتكم. لو المحتوى يهمك تابعنا للنهاية علشان تستفيد وتعرف حل المشكلة بتاعتك. دلوقتي أنا شاري فيسبا، الرخصة بتاعتها منتهية وعاوز أرخص باسمي. إيه التكاليف وإيه الإجراءات اللي هتتم؟ أنا لسه شاري بتوكيل، فبنقول حضرتك معاك الرخصة منتهية، معاك توكيل بالبيع للنفس والغير، عاوز ترخص باسمك. في الحالة دي طالما الرخصة منتهية، أول إجراء هتعمله هتطلع على المرور المختص اللي فيه ملف الموتوسيكل أو العربية، تجيب شهادة بيانات للشهر العقاري. وفي الحالة دي المرور بيدفعك الضريبة المتأخرة، علشان لما يديلك شهادة بيانات للشهر العقاري تبقى الضريبة سارية معاك. رحت الشهر العقاري، عملت العقد المسجل، بتطلع على البريد بتطلع شهادة مخالفات. معاك شهاده المخالفات، معاك العقد، معاك الرخصه المنهيه، معاك بطاقه الرقم القومي بتاعتك. طيب انا دلوقتي نفس وحده المرور اللي مرخص فيها الموتوسيكل، في الحاله دي بتتقدم للفحص الفني وترخص باسمك وتاخد اللوحات باسمك او تسجل لوحات باسمك في المرور، والرخصه بتطلع باسمك بسنه او بثلاث سنين على حسب رغبتك انت. طيب دلوقتي انا مرور محافظه تانيه وعملت الاجراءات دي كلها، العقد والمخالفات، وعاوز ارخص باسمي. طالما مرور محافظه تانيه او وحده مرور تانيه والرخصه منتهيه وحضرتك معاك عقد مسجل، بتروح المرور اللي فيه ملف الموتوسيكل او العربيه، بتسلم صوره من العقد المسجل، صوره من توكيل البيع اللي معاك، رخصه التسيير طالما منتهيه، تاخد شهاده بيانات لنقل القيد لوحده المرور بتاعتك. بيكتب لك ايه في شهاده البيانات؟ بيكتب لك ان الضريبه ساريه لمده سنه، بيكتب لك لا يطالب بالمخالفات لان حضرتك سلمت شهاده المخالفات، لا يطالب برخصه التسيير لان هي منتهيه، يطالب بمستندات الملكيه اللي هي العقد المسجل وتوكيل البيع اللي مع حضرتك، يطالب باللوحات المعدنيه. بتروح وحده المرور بتاعتك تكمل الفحص الفني او تفحص وترخص وتصرف لوحات من المرور بتاعك بعد تسليم لوحات المرور القديم. طيب دلوقتي انا رحت المرور بتاعي، دخلت اللجنه الفنيه، المهندس قال لي لا، طابق البصمه الاول. طابق البصمه يعني هيرجعك لوحده المرور الثاني، بيكتب لك جواب على ظهر ورنيك الفحص الازرق دوت، بيقول موجه للمرور القديم، الافاده عن اصل الترخيص وبيانات المركبه. وترجع بعد كده المرور القديم اللي فيه الملف تطابق على اصل الملف. بيطابق بقى ايه؟ الفحوصات السابقه على الفحص اللي انت رفعته في مرورك الجديد، بيشوف البصمات، بصمه الشاسيه، بصمه الموتور، هي نفس البصمات ولا مختلفه، في دمغ محلي، في تغيير في اي حاجه في الملف، يعني بيطابق من اصل الملف. فاتوره الشراء عند اول مره، اول فحص فني، الفحوصات الفنيه بعد كده، لا قدر الله لو في حادثه ومغير نص او ربع او سقف او مغير حاجه في العربيه، ده المقصود من المطابقه. بعد ما بتطابق بترجع وحدتك، بتاخد الصلاحيه الفنيه من اللجنه الفنيه، الضابط والمهندس، خدت الصلاحيه الفنيه، بتسجل الفحص، بتسلم اوراقك كلها، وتسلم معاها اللوحات بتاعه المرور القديم، وتاخد لوحات ورخصه جديده من المرور بتاعك. طيب التكاليف هتبقى في حدود قد ايه؟ التكاليف مش هتقل عن 2300 جنيه. 2000 للمده الترخيصيه 3 سنين جديده، وال 300 جنيه او ال 200 جنيه دي بتبقى بقى ايه؟ مصاريف ورق، نماذج، تصوير، مش عارف ايه. انما ترخيص 3 سنين هيتكلف 2000 جنيه، بما فيها الفحص الفني، بما فيها وثيقه تامين، بما فيها الملصق المروري، بما فيها ضريبه المرور. يعني هتعمل حسابك في مش اقل من 3000 جنيه علشان تقدر ترخص وتاخد اللوحات المعدنيه باسمك من المرور بتاعك من المحافظه بتاعتك. الموتوسيكل كان زي ما قلنا كان منتهى الترخيص من اكتر من 7-8 سنين، فبنقول المرور بيدفعك اخر 5 سنوات من نهايه الترخيص. يبقى لو بقالك 10 سنين ما رخصتش بتدفع اخر 5 سنين بس، ما زاد عن 5 سنين ده سقط بالتقادم، يبقى بتدفع ضريبه المرور المتاخره بحد اقصى 5 سنوات من اخر ترخيص. دلوقتي انا سائق مهني، جبت عربيه معاقين بالمرافق ورخصتها باسم المعاق، وانا المرافق ليه برخصه القياده المهنيه بتاعتي. في مشكله في السير بالعربيه، فبنقول وفقا لتعليمات الاداره العامه للمرور اللي كانت طلعت قبل كده والتعليمات الحديثه دلوقتي، في تنبيه على رجال المرور بعدم سحب التراخيص في حاله
عدم تواجد ذوي الهمة بالسيارة، لأن ذوي الهمة مش هيتواجد بالسيارة طوال الوقت طالما المرافق الشخصي أو المرافق بتاع ذوي الهمة موجود في العربية أو سائق لوحده ومذكور في الكلام ده في رخصة التسيير، مفيش مشكلة. المهم ما تشغلش عربية طلبات، ما تشغلش عربية أوبر وكريم، ما تشغلش عربية في تحميل الركاب بالأجر وتقول والله ده الجمارك خدت العربية مني. فتواجد ذوي الهمة في السيارة طوال الوقت ده دلوقتي مش مطلوب، أو ينفع إن أنا أسوق العربية سواء كنت أحد أقارب الدرجة الأولى برخصتي الخاصة أو سائق شخص عندي ذوي الهمة برخصة القيادة المهنية بتاعتي، ولا يشترط زي ما قلنا تواجد ذوي الهمة بالسيارة طوال الوقت وفقا لإيه؟ وفقا لتعليمات الإدارة العامة للمرور بعدم سحب التراخيص لعدم تواجد ذوي الهمة بالسيارة. يعني المرافق يقدر يسوق العربية براحته بدون تواجد ذوي الهمة وفقا لتعليمات الإدارة زي ما قلنا، بس ما تشغلش العربية في الطلبات مشاوير الكلام ده كله أو تحميل ركاب بالأجر وتستغرب بعد كده اللي سحبوا منك الرخصة لإيه. يبقى حضرتك مرافق من الدرجة الأولى أو أقارب من الدرجة الأولى أو سائق شخص عندها ذوي الهمة ينفع تسوق العربية دون تواجد ذوي الهمة بالسيارة، لأن أنا زي ما قلنا مش هربط أو مش هكتف ذوي الهمة أخليه في العربية معايا طوال ال 24 ساعة وأعذبه معايا، ده العربية جاية لمصلحته أو اللي جاي لراحته هو. تحميل بضاعة في العربية الملاكي يعتبر مخالفة، فبنقول الغرض من الترخيص بيختلف من عربية للتانية أو من نوع الترخيص للتاني. فمثلا العربية الأجرة مصممة أو مخصصة لتحميل الركاب بالأجر. العربية الملاكي مخصصة لتنقلاتك الشخصية تتحرك بيها براحتك. العربية النقل مخصصة لتحميل البضائع أو لنقل الأشياء، وبالتالي لما تحمل ركاب بالأجر في العربية الملاكي دي مخالفة. لما تركب ركاب في الصندوق في العربية النقل دي مخالفة. لما تركب بضائع برضو في العربية الملاكي دي تعتبر مخالفة، وبالتالي ممكن او من حق الضابط او اللجنة لو قابلتك في الطريق تسحب الترخيص لمخالفة شروط الترخيص استخدام المركبة في غير الغرض المخصصة او المرخصة من اجله. يبقى انا معايا عربية تنقلات الشخصية بس ما حملش فيها بضاعة، ما حملش فيها اشياء، الحاجات دي مخصص لها عربيات النقل. معايا عربية نقل ما حملش فيها ركاب بالاجر او ركاب في الصندوق. كل ترخيص ليه غرض مختلف عن الترخيص تاني. طيب عقوبة استخدام المركبة في غير الغرض الموهم برخصتها، فبنقول دي منصوص عليها بالمادة 32 من قانون المرور. ودي مشكلتها في حاجة ان حضرتك ما تقدرش تطلع الرخصة او تعمل رخصة تاني غير بعد مرور شهر. يبقى لازم مرور شهر من تاريخ السحب وبتعمل اجراءات الترخيص من اول وجديد تاني. اجراءات الترخيص من اول وجديد الفحص الفني في مثلا عربية نقل او اجرة يبقى في تأمينات اجتماعية. طيب بالنسبة لرخصة القيادة بتعمل جميع اجراءات رخصة القيادة من اول وجديد بس ما عدا الاختبار الفني. يعني بتكشف كومسيون وبتعمل شهادة مخالفات، تجيب فيش وتشبيه، تجيب ملحق نقابة، ملحق بتاع ده شهادة تأمينات، إنما الرخصة تعتبر ملغاة. يبقى عيب المادة 32 أو مخالفة المادة 32 إن الرخصة بتعتبر ملغاة وما تقدرش تعمل إجراءات استخراج رخصة تاني غير بعد مرور شهر من تاريخ سحب الرخصة. أنا شارع عربية زيرو ما رخصتش العربية بفاتورة، الفاتورة باسم واحد تاني، ينفع رخص باسمي؟ فبنقول الترخيص بيكون باسم صاحب الفاتورة اللي هو اسمه موجود في فاتورة الشراء الصادرة من المصنع المنتج أو من شركة تجارة السيارات. طيب حضرتك عاوز ترخص باسمك يبقى لازم هتغير الفاتورة باسمك. طيب هتغير الفاتورة باسمك يبقى هتاخد معاك الراجل صاحب الفاتورة الأولاني ببطاقته وتروح الشركة تغير الفاتورة باسمك. ودي بنلاحظها أكتر في فواتير الموتوسيكلات. لما تحب تغير الفاتورة بياخد منك الفاتورة القديمة، بيمضي الراجل صاحب الفاتورة على إقرار بالتنازل، بيطلع لك فاتورة باسم الشركة، ولازم الطرف الثاني يكون موجود
على اساس الموتوسيكل ما يكونش مسروق او مبلغ بسرقته او عليه مشكله، يبقى صاحب الفاتوره اللي باسمه المركبه بيبقى موجود معاك علشان تغير فاتوره باسمك. طيب فشل موضوع تغيير الفاتوره باسمي. وفقا لقانون المرور الفاتوره طالما معتمده ومختومه هي سند ناقل للملكيه زي العقد المسجل بالظبط، وبالتالي من حق الراجل صاحب الفاتوره ده اهو طالما معاه فاتوره مختومه معتمده باسمه وشهاده بيانات المركبه من واقع الافراج المجمع، من حقه ان هو يبيع في الشارع العقاري بعقد مسجل. زي ما قلنا طالما الفاتوره مختومه تعامل كسند نقل للملكيه زي العقد المسجل بالظبط. طيب الحلين ما نفعوش، الشركه رفضت تطلع لي فاتوره تانية باسمي، الشهر العقاري رفض يعمل لي عقد مسجل من واقع الفاتوره وشهاده البيانات. في الحاله ديت لازم صاحب الفاتوره يرخص باسمه الاول ويعمل لك توكيل بيع. بعد كده تقدر بعد نهايه الرخصه تسجل لنفسك وتستفيد بالرخصه الثانيه. ده بالنسبه للفاتوره الجديده او الفاتوره الزيرو اللي لم يسبق لها الترخيص من قبل. حاولنا في الفيديو ده نرد على معظم اسئله واستفسارات حضراتكم. لا تنسونا بصالح الدعاء ولا تنسى الاشتراك في القناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.